السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد واقتراح جديد. والاقتراح ديالنا ديال اليوم كما كتشوفوا غنديروا واحد الدجاج على الفحم بواحد التتبيله يعني اللي كتجي خطيره بزاف. الدجاج كيجي رطب وفتي كيف الزبده كيدوب في الفم، يعني والتوابل كلها متوفره عندك في المنزل. يكفي انك تسيها وتردي عليا في لي كومونتير، وإلا ما قدرتيش تكتبي خلي ليا غير شي قليب غادي نفرح به اكيد ان شاء الله. واللي مازال ما مشتركش في القناه يدخل ويشترك فضلا وليس امرا، ويضغط على زر الجرس باش دائما يكون سباق لمشاهده الفيديوهات ديالي ان شاء الله. هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما حمرناه على الفحم كيجي لذيذ بزاف، والتلوين كيجي فيه غزال. غادي نعطيكم جميع الاسرار، الوصفه راها من القلب. كنتمنى انكم تشجعوني وتدعموا القناه ان شاء الله باش نزيد نحط وصفات كثيره ان شاء الله، لان مازال في جعبتي الكثير. يعني غير بغيتكم تفاعلوا معايا ان شاء الله باش غادي نبقاو نحطوا فيديوهات اللي زوينه بزاف وغادي تلقى الاستحسان ديالكم. هانتوما الدجاج كيجي فتي بهذه الطريقه كما كتشوفوا. اول حاجه غادي نحتاجوا واحد الدجاجه اللي ما تكونش كبيره بزاف. هانتوما كنحاولوا نقطعوها بهذا الشكل اللي كتشوفوا امامكم، يعني تحاولوا تقطعوها بحال هكذا بالسكين، طريفات اللي هما صغار، وفي نفس الوقت غادي تخليوه مجموع بحال هذا الشكل، يعني بحال الطريقه باش كنبغيو نصايبوا القديد تماما. هانتوما الصدر تحاولوا تقطعوه هكذايا آه طريفات، ولكن غادي يبقى مجموع. هانتوما كما كتشاهدوا معايا، وحتى الفخيضه غادي تشرحوها حتى المهم وحاولوا ديروا الدجاجه ما تكونش كبيره بزاف. انا درت الدجاجه هنايا ما فايتاش 2 كيلو باش دغيا طيب ليا ودغيا ان شاء الله توجد. اول حاجه غادي نديروا الدجاج في واحد البول، غنوضعوا الثومه، درت تقريبا واحد 6 ديال الفصوص ديال الثوم. غادي نضيف هنايا الملح كما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف البودره كذلك ديال الثوم هانتوما. وغادي نضيف كذلك القزبور يابس يعني حبوب اللي كطحنوه، هو هذا اللي ضفت. ومن بعد كنضيفوا كذلك كما كتشوفوا الابزار يعني على حسب الذوق والرغبه. وكنضيف كذلك هنايا سكينجبير اللي ضروري اللي كيعطينا الفتاوى للدجاج. وهنايا البابريكا او التحميرات درت تقريبا معلقه ونصف. وهنايا غادي ندير الكركم كما كتشوفوا، يعني كنعبر انا هنا بمعلقه صغيره، وكذلك الكمون واحد المعلقه صغيره ما عمرش. وغادي ندير معلقه ديال المطارد كما كتشاهدوا معايا. هانتوما هذاك المطارد راه هو اللي كيعطيه كذلك هذيك الرطوبه. وغندير واحد الرويس معلقه ديال القرفه، راه ما كتبانش نهائيا، وكذلك كتعطينا واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. هنايا غادي ندير واحد العصره ديال الحامض، واحد نص حامضه اللي غادي نعصرها. وإلا ما كانش متواجد عندكم الحامض غادي ديروا الخل، يعني اي نوعيه من الخل. انا درت هنايا تقريبا واحد الملعقه ديال الحامض وواحد الملعقه ديال الخل. وكذلك غادي ندير صلصه الصوجه اللي هي مخففه عندي، تقريبا درت واحد الملعقه. وغادي تزيدوا هنايا الكيتشوب ولا الصلصه الحاره، المهم كيرجع لكم الاختيار. وغادي ندمجوا العناصر ديالنا او الدجاج ديالنا. هانتوما كتشوفوا نحاولوا ندخلوا فيه التتبيله جيدا. والدجاج قبل ما ديروا ليه التتبيله يعني راه غيكون مغسول مزيان جيدا، عاد غادي تشرملوه ان شاء الله. هانتوما غادي تشرمل مزيان في هذه الترقيده. ومن الافضل ديروها الصباح يعني وتخليوها واحد شويه على ما توصل وقت الغدا ان شاء الله، وتشعلوا المجمر ديالكم باش غادي تشويوه ان شاء الله. هانتوما انا غادي نبقى مستمره بهذا الشكل حتى ندخل فيه جميع التتبيله، يعني نتاكد ان كل شيء تبل ليا مزيان كما كتشوفوا بهذه الطريقه. وركزوا على التقطاع ديال الدجاج يكون صغير، يعني يكون رقيق، يعني خليو الدجاجه يعني مجموع بحال الفخذ. هانتوما راه مجموع ولكن راه قطعته باش تخليه تتبيله جيدا ويشرب ليا كذلك. هانتوما هنايا راني شرملته، غادي ندير ليه واحد البلاستيك غذائي وغادي نخليه حتى توصل الوقيته ان شاء الله ديال فاش نبغي نطيبو ونرجع معكم. هانتوما وكنقول لكم سمحوا لي الا كثرت عليكم في الهضره، ولكن غير باش تعم الفائده نشرح لكم شنو اللي درت. هنايا ملي وصلت الوقيته يعني تقريبا راني خليته واحد ساعتين ولا ساعه ولا المهم داكشي اللي يصلح لكم نتوما. غادي نجيب الشوايه ديالي يعني اللي راها منطفه والمجمر راه شاعل،
وغادي نحاول نستف هاد المرصويات ديال الدجاج ديالنا. هانتوما نحاولوا نحطوهم يعني ما نحطوهمش مجموعين، يعني نحلوهم باش ملي طيب هاد الجهه طيب حتى الجهه الاخرى ويجينا مساوي كلشي في الطياب، يعني يجينا الطياب مساوي ان شاء الله. وكنقول لكم اللي ما مشتركش في القناه ديال سفيرة الطبخ ام زكريا يدخل يشترك فضلا وليس امرا باش تعم دائما الفائده ويبارطاجي الفيديو مع الاهل والاقارب. ونقول ليه شكرا لك من القلب. وانتي كتفرجي الله يجازيك بالخير ويعطيك شي قصر في الجنه. ضغطي على زر اللايك يعني ما خاسره والو. الله يرحم لك الوالدين، لان اللايكات هما اللي كيخليو الفيديو يتلونصا ويطلع ان شاء الله. هانتوما من بعد ما استفت هنايا الدجاج ديالي، يعني كنحاول جميع البلايص ندير فيهم الدجاج، يعني باش ما تبقاليش شويه خاويه. هانتوما خليكم معايا كتشاهدوا الفيديو. وهنايا البنات من بعد ما استفت شويه ديالي مزيان غناخذ القليل من الزيت النباتيه وغادي نحاول ندهن شويه الدجاج، غير واحد الدهنه خفيفه، يعني حاولوا هذاك الصدر يعني اللي ما فيهش الجلده دهنوه شويه بهذا الشكل. غنبقاو مستمرين في الدهين يعني حتى نتاكدوا ان كل شيء تدهن. ان شاء الله نسدو عفوا نسدو الشوايه ديالنا ونديوها المجمر اللي راه شعلته راه زاند، خاصني غير نشوي فيه ان شاء الله. هانتوما خليكم معايا، هنايا غنسد الشوايه ديالي ونديها ان شاء الله للمجمر وغادي نرجع معكم من بعد ما غادي يوجد ليا الدجاج. يعني راه اي سيده غادي تعرف ما شاء الله تشوي على الفحم، يعني المغربيات راه كيعجبهم النهار ديال الشوا. يلا كنتمنى يعجبكم وينال استحسانكم ونرجع معكم بعد ما يوجد. ومن بعد ما وجد لينا الدجاج هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا، جا ما شاء الله كيشهي. انا كيعجبني نحمرو مزيان، نتوما المهم لكم الاختيار، بغيتو تحمروه بزاف بغيتو تخليوه نتوما اللي تعرفوا الطريقه اللي كتناسبكم في الشوا ديالكم. انا تشاركت معكم الطريقه ديالي ها هي، وغادي نحاول ان شاء الله نوريه لكم، يعني نقطع لكم شي طريف باش تشوفوا كيفاش جا راه كيجي زوين وكيتقطع بسرعه. وبالخصوص انا دايره الدجاجه صغيره يعني ما دايرهاش كبيره، راه طاغيه بالخف كطيب. هانتي شوفي ما شاء الله راها طايبه وجات بنينه بزاف. يعني غير صدقوني وجربوا هاد الدجاج راه غادي يعجبكم وينال استحسانكم. وهنايا ولدي كيقول لي ذوقيني يا ماما، كنقول له هاك. هانتوما هذا هو الدجاج ديالنا، يعني راه كيجي طايب. هانتوما كما كتشاهدوا، هانتوما يعني راه كيجي ما شاء الله كيشهينا راه سخون. هانتوما ما شاء الله كيجي